الكابتن محمد حسن البعداني يقدم استقالته إلى الاتحاد اليمني بعد عودته من أندونيسيا متأهلا إلى كأس آسيا 2025 في الصين بعد تأكيد تأهله وعودته إلى مطار صنعاء. أول قرار بياخده الكابتن محمد حسن البعداني بعد عودته لا هي اختيارات لعيبة ولا هي فرحة مع جماهير. أول حاجة بياخدها الإشهار بإعلان استقالته للاتحاد اليمني لكرة القدم. ايه يا جدعان اللي حصل؟ اللي جرى؟ لسه بنطمن على وصول البعثة إلى مطار صنعاء وفرحانين وبنقول اتأهلنا بعد 9 سنين غياب، وبنقول قدمنا أداء نسبيا ساعدنا في التأهل. في جدليات، في أسباب، في علامات استفهام على تشكيلة البعداني، اختيارات البعداني، تغييراته، أسلوبه، ولكن في النهاية الراجل اتأهل. طيب يا عم حسن، يا عم بعداني، ايه اللي حصل؟ ايه القرار الغريب اللي انت خدته ده؟ وايه مصدر صدقه؟ وهل هي إقالة من الاتحاد اليمني لكرة القدم للكابتن البعداني ولا الكابتن البعداني هو اللي قدم استقالته؟ دي حاجات هنعرفها خلال الفيديو. موقف الاتحاد اليمني من استقالة محمد حسن البعداني، هل هتتم بالقبول أو بالرفض؟ ما بعد الاستقالة إيه اللي هيحصل؟ دي أسئلة كتيرة جدا هنجاوبها خلال الحلقة. بس قبل ما ندخل في الحلقة اعمل لنا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تتابعنا في كل جديد، واتفرج معانا على هذا الفيديو الهام جدا لكل من يهمه الامر للمنتخب اليمني للشباب. طيب مبدئيا كده الكابتن محمد حسن البعداني كان النهارده راجع هو والوفد بتاعه او هو واللاعيبه بتاعته بعد نهايه الجوله الاخيره وحسم التاهل الى كاس اسيا 2025 اللي كانت التصفيات بتاعتها ملعوبه في اندونيسيا، وكانت منتخب اليمن للشباب فاز ب7 نقاط، محتل المركز الثاني وفاز احسن ثاني وتاهل مباشره الى كاس اسيا 2025 اللي هتبقى مقامه في الصين في شهر فبراير القادم باذن الله. نتمنى التوفيق مبدئيا للمنتخب اليمني على اي حال ومع اي مدير فني موجود، اذا كان البعداني او اي مدير فني محلي وطني او اي مدير فني اجنبي. المهم هذا المنتخب يستغل استغلال جيد ويحقق ارقام جيده خلال تصفيات اسيا، لان ده انجاز كبير بيحققه المنتخب اليمني خلال 9 سنين غياب من 2016 يغيب عن تمثيل اليمن للشباب في بطولة كاس آسيا المؤهلة إلى كاس العالم. فرصة تأهل كمان إلى كاس العالم فرصة جيدة جدا. نخش في الموضوع عشان ما اطولش عليكم. كابتن البعداني رجع وهو في مطار صنعاء لقى الدنيا هص محدش بيقابله، محدش بيستقبله، مفيش احتفال لا رسمي من الاتحاد اليمني ولا جماهيري من جماهير اليمن. فرحة، سعادة، شكر، مقابلة جيدة، ما شافش اي حاجة خالص وشاف تجاهل تام. طب ليه كده يا جدعان؟ ليه كده؟ انا عامل انجاز كبير، ايه اللي حصل؟ ليه التجاهل ده؟ فشاف تجاهل كبير جدا. حصل حوار صحفي في المطار كده هو بعد قرار الاستقالة، حصل مداخلة كده او حوار صحفي مع البعداني وقال لك انا سبب الاستقالة هو سببين. السبب الاولاني الضغط الغير طبيعي من الجماهير اليمنية ليا ونقدهم اللاذع على طريقة لعبي واسلوب لعبي والاداء العام للمنتخب اليمني. بصراحة ما قدرتش استحمله او حاسس ان هو نقد لاذع لا يفيد بشيء. يعني هو الناس بتقول لك انا وحش، طب انا وحش ليه؟ ليهم وجهات نظر انا مش قادر استوعب وجهات النظر دي او مش قادر اطبقها، فبناء عليه انا مش قادر استحمل الضغط الشديد من ناحية الجماهير. تمام. ايه تاني يا عم بعداني؟ يقول لك تجاهل الاتحاد اليمني لكرة القدم بتهنئتي او استقبالي وقت عودتي الى مطار صنعاء. محدش كلمني، محدش الف مبروك، مفيش حد حتى في استقبالي، ودي كانت حاجة غريبة جدا. انا بصراحة
مستغرب منها. وبعدين انا ما بحسش ان المنتخب اتحاد اليمني لكرة القدم بيدعمني الدعم اللي انا استحقه او اللي انا استاهله او للظروف اللي احنا حققناها في الفترة السابقة والتأهل الى كاس اسيا 2025. رغم الظروف اللي احنا بنلعب بيها، رغم وجود بعض الصعوبات اللي بتقابل المنتخب اليمني ومفيش مساندات جيدة من الاتحاد اليمني لكرة القدم، احنا قدرنا نوصل لنتائج ايجابية. مش حاسس ان في اي اهتمام بهذا الانجاز او حتى تهنئة بالوصول الى كاس اسيا بشكل يرضي الكابتن محمد حسن البعداني. الحقيقة أنا شايف إن كلام كابتن محمد حسن البعداني نسبيا عنده حق فيه. أولا أنا شايف إن كابتن محمد حسن اتعرض لضغط شديد جدا من الجماهير ونقد شديد جدا خلال التصفيات، رغم إنه أنا شايف من وجهة نظري عمل إنجاز كبير جدا جدا جدا، وهو التأهل بعد غياب 9 سنين إلى تصفيات كأس آسيا والظهور والتمثيل لمنتخب يمن للشباب بعد غياب فترة طويلة جدا عن التمثيل الدولي. ودي حاجة بصراحة كانت مهمة جدا وغاب عنها فترة كبيرة جدا كانت سابقة 9 سنين. منتخبات او المدير الإدارة الفنية وكذا مدير فني يجي اذا كان محلي او غير محلي، وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم كان بيديله كل الدعم ويهيأ له كل الظروف للنجاح، ولكن كان بيخفق وما كانش بينجح. فإنجاز كبير يحسب لمحمد حسن البعداني، شئنا أو أبينا، اتفقنا معاه أو اختلفنا معاه، فلازم يكون في تكريم لهذا الرجل وتقدير لهذا الرجل على المجهود اللي قضاه أو المجهود اللي عمله، رغم الظروف اللي كانت فيها ضغط أو شحن جماهيري كبير جدا من جماهير اليمن وانتقادات لاذعة للأداء اليمني لكرة القدم للشباب من خلال قيادة محمد حسن البعداني. طيب ايه سبب اعتراض الجماهير او النقد الشديد جدا اللي بيقدمه الجماهير لمحمد حسن البعداني؟ اولا بيتكلم ان هو استبعد لعيبه كتير جدا من القوام الاساسي او من اللعيبه المؤثره او الخامات الجيده اللي كانت المفروض تبقى موجوده في المنتخب اليمني للشباب وتمثيلها للمنتخب اليمني للشباب، والارفاق بلعيبه تانية ما كانتش على الجوده او بالخامات اللي كانت محتاجه اللي ترضي جماهير المنتخب اليمني اللي كانت بتشجع المنتخب اليمني للشباب. بتقول ان كان في بعض العناصر اللي كانت محتاجه ان هي تكون بتشارك واستبعاد عناصر اخرى. طبعا دي رؤيه مدير فني انا ما اقدرش اتدخل فيه، انا اللي ليا النتائج، وانا شايف ان النتائج اللي حققها المنتخب اليمني نتائج ايجابيه. طيب حاجه تانية من ضمن اعتراضات الجماهير اليمنيه على طريقه كابتن محمد حسن البعداني هي تاخير التغييرات. دايما التغييرات بتاعه الكابتن محمد بتتم بعد فترة طويلة جدا من يعني بيحصل تجمد لمستوى اللعيبة وأداء بيكون في بعض التحفظات لبعض اللاعبين في الملعب اللي محتاجين يتغيروا بلعيبة تانية موجودة على الدكة كانت أفضل وكانت أحسن وتقدر تحقق خطة النجاح أو الخطة اللي المنتخب اليمني بيكون محتاجها في الماتشات. تأخير التغييرات بيأثر بشكل كبير جدا على خروج النتائج بشكل ما يرضيش الجماهير اليمنية. ثالث حاجة تغيير مراكز اللعيبة. الكابتن محمد حسن بيلاعب لعيبه بمراكز غير مراكزها، فبتقدم مستويات مش هي دي المستويات المعتاده ليها. وده حصل في خلال تصفيات اللي مؤهله الى كاس اسيا. بعض اللعيبه اللي كانت عليها علامات استفهام وعلامات تعجب بوجودها في مراكز مش بتاعتها، فبتقدم لك مستويات مش احسن حاجه او مش اجود حاجه. دي بالنسبه لتحفظات الجماهير على الكابتن محمد حسن البعداني. اتفق معاك اختلف معاك، ولكن انا ليا النتائج كانت ايجابيه ولكن شكل المنتخب اليمني في احسن من كده لانه يمتلك جواهر موجوده في كل مكان وكل مركز في ارضيه الملعب. يقدر يطلع نتائج احسن من كده طبعا يقدر يطلع نتائج احسن، يقدر يطلع ايجابيات اكتر من كده ولكن خلي بالك خطوره ترك مدير فني حافظ اللعيبه مؤلف عليها وهم مؤلفين عليه على طريقة لعبه وطريقته واسلوبه وحركاته وتمركزاتهم والماتشات بتاعتهم وتفكيرهم. تفكير اللاعب بيندمج مع تفكير المدرب. في وقت زي ده انت خلاص كام شهر تقريبا 3 شهور او 4 شهور هوب هتلاقي نفسك في تصفيات كاس اسيا. 4 شهور كافية لتعيين مدير فني يقدر بقى
يحفظ اللعيبه ويدرسها ويشغلها في مراكز جيده ويستفاد بيها احسن استفاده، ده اللي انت هتقول لي عليه بقى. انا عايزك تسيب لي في الكومنتات والتعليقات رايك، كابتن محمد حسن البعداني يكمل ولا لا؟ ولو مقتنع، مش مقتنع اقترح غيره. قول لنا مين المدير الفني اللي انت شايف ان هو افضل تمثيل لهذه الفئه العمريه للمنتخب اليمني، لانك انت خلاص انت بتحارب الوقت، انت عندك وقت قصير جدا، لازم تكون بتدور على مدير فني يندمج ويتجانس ويختلط باللعيبه بشكل جيد ويتعرف عليهم وعلى طريقه لعبهم واسلوبهم. مهما كان اتفرج على فيديوهات ليهم لازم يشوفهم في ارضيه الملعب. وموقف الاتحاد اليمني لكرة القدم حتى الآن لا نسمع له حسا. يعني يا ترى هيقبل، هيرفض، هيدعم، هيساند، هيعمل ايه؟ في الايام اللي جايه باذن الله هتتثبت لنا وهنعرف الدنيا فيها ايه. ومصير كابتن محمد حسن البعداني على اي حال لازم يحصل تقدير كبير لكابتن محمد حسن البعداني، تكريم كبير ليه على الانجاز اللي عمله مع منتخب اليمني للشباب. مهما كان اختلفت او اتفقت معاه، ولكنه حقق انجاز كبير يستاهل عليه التقدير من الاتحاد اليمني لكرة القدم. تجاهل الاتحاد اليمني لكرة القدم للكابتن الكبير محمد حسن البعداني بعد الانجاز اللي عمله تجاهل من وجهة نظري عليه 100,000 علامة استفهام. لازم الاتحاد اليمني يرد علينا ويوضح لنا موقفه من الاستقالة، وهل هي إقالة ولا استقالة. لازم نكون فاهمين كل حاجة، ولازم الرأي العام كله في اليمن يكون فاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيحصل في الجهاز الفني للمنتخب اليمني. باذن الله الايام اللي جايه تثبت لنا وتوضح لنا امور كتير نستفاد بيها ونطلع بيها عليكم باذن الله. كان معكم ندى النشأت. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.